ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المره اللي فاتت عرفنا يعني ايه المتغيرات، وعرفنا كمان السنتكس بتاعها، وعرفنا بنقدر نتعامل معاها ازاي، وعرفنا هي بتعمل ايه بالظبط عندنا في الكود. النهارده بقى هنبدا ان احنا نشرح الداتا تايب. الداتا تايب دي يا شباب هي مهمه جدا، وقلنا لكم المره اللي فاتت هنبدا ان احنا نشرحها. بس قبل ما نخش في الداتا تايب لازم تعرف ان الداتا تايب ديت ليها نوعين. اول نوع عندنا وهو البريميتيف داتا تايب. تاني نوع عندنا الكوليكشن داتا تايب، وهعرفك دلوقتي ايه الفرق ما بين الاتنين. اول حاجه بس تعالى نمسح الجزء ده كده، نمسح بقى السنتكس بتاعت الفاريبل. اول حاجه عندنا الداتا تايب. الداتا تايب عندنا كده نيجي نعمل كده كومنت داتا داتا تايب. تمام. الداتا تايب دي يا شباب متقسمه عندي لنوعين. اول نوع عندنا، خلينا بس كده ايه نعمل كده، اول نوع عندنا هيبقى اسمه primitive data type. البريمتيف داتا تايب اللي هو فيه primitive اهو primitive data type. طيب primitive data type و collection data type. من اسمها ان البريمتيف بيبدأ ان هو يخزن قيمة واحدة فقط، اما الكوليكشن بيبدأ يخزن اكتر من كذا قيمة. يعني المرة اللي فاتت لما جينا يا عبد الرحمن عملنا string وادينا له نيم مثلا، قلنا ايكوال مثلا عبد الرحمن. تقريبا انا كاتب سترينج غلط. تمام اهو سترينج نيم وعبد الرحمن. ده كده انا بدأت اخزن قيمة واحدة فقط في عبد الرحمن اللي هو في النيم قصدي. ما اقدرش مثلا اعمل كده فاصلة واقول له خزن لي كمان احمد. ده اسمه كده لا، هيقول لي لا ليه. بص هيقول لي يعني اول حاجه بس خلينا نحط ليه سيمي كولوم كده. هيقول لي ايه ان ده اولا ده بريميتيف داتا تايب ماشي، وانت ضايف لي قيمتين، ما اقدرش اخزن في قيمتين، اقدر اخزن قيمه واحده فقط، وهو ده البريميتيف داتا تايب. وهقدر اقول لكم انواعه دلوقتي. اما الكوليكشن داتا تايب اقدر اخزن اكتر من كذا قيمه عندنا، وطبعا هعرفها لكم بس قدام شويه مش دلوقتي. تمام. اللي مهتم بيه حاليا هو البريميتيف داتا تايب. يعني اللي مهتم بيه حاليا يا عبد الرحمن هو البريميتيف داتا تايب. طيب عايزين نعرف الاول ايه هو البريميتيف داتا تايب وانواعه ايه. عندنا اكتر من كذا نوع. يعني أنا دلوقتي حاليا مثلا عندي السترينج، خلينا بس كده نعمل كومنت كده السترينج ماشي. وفي حاجة كمان اسمها انت، طبعا هقول لكم على كل واحدة منهم. في حاجة اسمها دبل، وحاجة كمان اسمها بول اللي هو بوليان. تمام. هو ده انواع البريميتيف داتا تايب عندنا. طيب كل واحدة بتعمل ايه؟ نبدأ ان احنا نشوف. زي ما انا قلت لكم الداتا تايب ديت القيمة او نوع القيمة اللي بخزنها في المتغير. يعني مثلا انا عايز اخزن نص، فنوع القيمة اللي هخزنها هو نص، فاذا الداتا تايب بتاعتي string. برضو نفس الحوار لو انا هخزن ارقام، ففي الحالة دي هستخدم integer. لو انا ارقام عشرية او كسر يعني فبستخدمها في الدبل. طيب لو انا عايز اعمل حاجة مثلا، لو قلت لها لو مثلا ادتني ترو اعملي لي حاجة، ولو ادتني فولس اعملي لي حاجة، فده البول الداتا تايب اللي بيقدر يشيل ليا ترو فولس فقط. طيب نيجي ندي مثال على كل واحد فيهم. السترنج زي ما احنا قلنا كده سترنج. تمام. وهديله نيم مثلا، وبعدها ايكوال، وهقول له مثلا عبد. خلاص. ونعمل كده السيمي كولون. دي اول حاجه. يبقى عرفنا الداتا تايب سترينج بتقدر ان هي تشيل نص فقط، يعني هي بتشيل قيمه نصيه فقط ما بين سنجل كوتيشن يا اما دبل كوتيشن. نيجي النوع التاني اللي هو انت، اللي هو انت ايج مثلا. طبعا احنا خدنا الكلام ده، انا بس بعيد عليه.
23. يبقى الانتجر بيشيل ليه رقم صحيح، رقم صحيح يعني 1 2 3. يعني ما ينفعش 1.5 يا عبد الرحمن، لا ما ينفعش 1.5. طيب عندك مثلا الدبل. الدبل ده مثلا هنقول نم ماشي ايكوال 3.5. تمام. عارف انا لو جيت في الانتجر هنا وقلت له مثلا 3.5 هيقول لي لا، لان ليه؟ هيقول لي القيمه اللي انت حاططها عندك دبل، وانت اصلا الداتا تايب اللي انت حاططها انتجر، فما ينفعش. فطبعا الانتجر مش هينفع يشيل رقم 10. طيب يا عبد الرحمن الدبل يقدر ان هو يشيل رقم صحيح؟ يقدر يشيل رقم صحيح 3 عادي جدا يقدر يشيل. بس لما يجي بينطبع عندي، او لما بيجي نستخدمه بينطبع عندي 3.0. دي حاجه كويسه جدا. نيجي حاجه عندنا، اخر حاجه عندنا اللي هو البول. والبول ده عندي بنستخدمه في حاجه لما نعوز مثلا نعمل كونديشن ما بين حاجتين. لو هو كذا مثلا، لو الابلكيشن بتاعي في وضع اللايت او وضع النور يعني خليه كذا، لو هو وضع الدارك خليه كذا. تمام. يعني لو هو بترو اعمل كذا، لو هو فولس اعمل كذا. فمثلا اس ترو زي ما هو كاتب كده ونديله ترو. طب اقدر اديله يا عبد الرحمن فولس؟ اقدر اديله فولس، بس طبعا اس ترو مثلا وفولس. تمام. طيب احنا عايزين نشوف الكلام ده كله. طبعا زي ما انا قلت لكم، لو انا جيت دلوقتي الكونكاتينيشن زي ما انا عرفتكم قبل كده اللي هو بدمج ما بين حاجتين. يعني لو جيت هنا مثلا كتبت هنا اللي هو string برضو ماشي، بس هنا هيبقى اللاست نيم ماشي، وهنقول هنا مثلا ان هو محمد. فانا عايز اجمع ما بين الحاجتين دول، فاعمل برنت عادي جدا ماشي وجوه السترنج. طيب انا لو جيت دلوقتي يا عبد الرحمن عملت كده نيم ولاست نيم، انت شايف طبعا، بس خلينا نعمل دي كده. تمام. انت شايف ان ده صح؟ لا طبعا. انا لو عايز اعمل الحاجتين دول، اجيب الاتنين دول ورا بعض كده، بنعمل حاجه اسمها كونكاتينيشن، وانا قلت لكم الكلام ده كويس. تمام. طيب اهو نشيل ده كده ونحط سترينج عادي، ونقول لي كده الساين دولار ده كده، ونعمل النيم الاول وبعدها نعمل ساين دولار تاني وبعدها اللاست نيم. تمام. ونعمل مننساش طبعا السيمي كولون. ولو عملنا كده ران هيبدأ ان هو يرن ليا عبد محمد اهو زي ما انتم شايفين. طيب انا دلوقتي لو عايز اعمل برنتايه تمام بتطبع ليا الدبل ده اللي هو النم ده. تمام. فالدبل ده عندي اللي هو النم. انا عايز اشوف بس شكله، عايز اوريك شكله وهو يعني بيطبعه شكله عامل ازاي. بص لو عملنا كده ران هيجي يقول لي هنا 3.0، يعني ما بيطبعش رقم صحيح. لا ما بيطبعش رقم صحيح. تمام. برضه بيطبعوا ليا 3. هو يعتبر رقم صحيح بس هو بيعمله كعشر يعني. تمام. طيب وعرفنا ان الانتجر ما اقدرش اخزن فيه قيمه كسريه، والدبل قيمه صحيحه وقيمه كسريه. عندك البوليان ترو او فولس. وعرفنا ان السترينج بيقدر ان هو بنقدر ان احنا نعمل ايه، نخزن فيه قيمه واحده بس. ده انواع البريمتيف داتا تايب. ان شاء الله قدام، مش فيديو جاي قدام، هنبدا ان احنا نشرح الكوليكشن داتا تايب. وبكده الفيديو ده يكون خلص. المره الجايه باذن الله هنبدا نشرح النال سيفتي، وده درس مهم جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.